بالله عليكم كفاية لعب بمشاعر الناس. كفاية عليكم انكم انتوا الواحد يعلق الواحد بأمل وفاخر في الآخر ما يلقاش منه حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي اللي هم واقفين معايا ما يدعموني. الفيديو ديتي بالذات بالله عليكم عايزكم على قد ما تقدروا توصلوا الفيديو ديتي لأكبر عدد من المشاهدين عشان يوصل للناس اللي هي بتلعب بمشاعر الناس. الفيديو ديتي انا طالع فيه وبتكلم عشان لعب الناس بالمشاعر. اخواتي الافاضل، انا في ناس كتير خدت الرقم بتاع التواصل بتاعي وعشمتني بحاجات ان هي هتوقف معاي، واللي قال ان انا هجيب لك توك توك، واللي قال انا هعمل لك كذا، واللي قال انا هفتح لك مصدر رزق ليك ولعيالك، واللي يعني عشموني بحاجات كتير. طيب الناس اللي هي خدت الرقم التواصل وحبت انه هي تتواصل معاي وان هي قالت ان انا هشتري لك التوك توك، بالله عليكم كفاية لعب بمشاعر الناس. كفاية عليكم انكم انتوا الواحد يعلق الواحد بأمل وفاخر في الآخر ما يلقاش منه حاجة. انت لو وقفت معي في التعليقات ودعمت الحالة هيكون انا هكون انسان سعيد ومبسوط انك انت وقفت معي ودعمت حالتي. بس لما تاخد الرقم وتعشمني بحاجة وتقول لي ان انا هقف معاك وهساعدك وتيجي قدام الناس لما بكون فاتح بس مباشر وتطلب الرقم مني عشان خاطر انك انت توقف وتقول انا هقف وهساعد، ومن بعد ما تاخد الرقم انك انت يا اما تعمل حظر يا اما تاخد الرقم وبعد ما تبعت الرسائل وتاخد جميع ما يثبت كلامي من اوراق من اشاعات من جميع ما يثبت كلامي وتاخد حالتي وفي الاخر تعمل حظر. طب انت ليه ده كله؟ انت كم وفرت علي ووفرت على نفسك انك انت بدل ما تاخد الرقم وتاخد الحالة وتقعد تعمل لي حظر. لو انت عايز تاخد الحالة وانك انت حاطط في نيتك انك انت تلم عليها فلوس، فده هيكون بينك وبين قدامك وبينك وبين ربنا. لو كنت هتقبل جنيه على عيالك حرام وتدخله على عيالك جنيه حرام تبع حد معاق ولا تبع حد محتاج وهو عارض طالع بيعرض حالته على حد من اهل الخير، فده هيكون بينك وبين ربنا انت وضميرك. ما تجيش تاخد مني الحالة وبعد ما تاخد مني الحالة على الواتساب وفي الاخر تعمل لي حظر. طيب ليه؟ طيب انا ما غصبتكش انك انت تتواصل معاي. بالله عليكم اخواتي وحبايبي، بالله عليكم كفاية لعب بمشاعر الناس. الحاجة التاني، الناس اللي هي بتطلب رقم فودافون كاش. في ناس خدت رقم الفودافون كاش وبتقول لي ان انا ببعت لك هبعت لك مبلغ دلوقتي. في واحد بيقول انا كلمني بيقول انا هبعت لك 5000، ببص بلقاه بعت لي رسالة وهمية ب 8000 جنيه. في الاخر بيكلمني بيقول لي معلش والله انا اسف بعت لك رسالة بالغلط، بدل ما بعت لك 5000 فبعت لك 8000 جنيه، يا ريت رجاء ترجع لي منهم 3000. طب ابص على الرسالة اللي هو بعتها لي بلاقيها رسالة وهمية، وانا اساسا ما عنديش فلوس على المحفظ عشان انت تقوم عايزني ابعت لك 3000. هتستحلها ازاي بالله عليك لما انت تنصب على واحد تعبان زي وواحد يستحق جنيه انك انت تاخد منه مبلغ زي كده؟ ولا لو كان جنيه يعني استحله ازاي تقبله ازاي عليك وعلى عيالك؟ هل ده يرضي مين؟ هل ده يرضيكم انتوا كمسلمين؟ هل ده يرضيكم ده كمسلمين؟ يعني انتوا اخواتي وحبايبي، هل ده يرضي حد بالله عليكم؟ بالله عليكم ده يرضي مين؟ لما انت تيجي تنصب على واحد تعبان وواحد معوق وواحد بيستنى الحسنة من الناس، ازاي انت يجي لك قلب ويجي لك رحمة في قلبك انك انت تنصب على واحد زي اني؟ هل ده يرضي مين يعني؟ الفيديو ديتي عشان خاطر لعب المشاعر بالناس والنصب على الناس. بالله عليكم رجاء كل واحد يخلي باله من النقطة دي. بالله عليكم يعني بالله عليكم اخواتي الافاضل، لو انت عايز تاخد الرقم وانك واثق انك انت ومن ضميرك ونيتك انك انت هتوقف وتخدم قدام ربنا سبحانه وتعالى وهتخدم الحالة اللي قدامك دي، جزاك الله كل الخير. لكن عايز الرقم وعشان تلعب بمشاعر الناس، فرجاء بالله عليك وفر عليك انك انت تاخد الرقم. لو اي حد من اخواتي وحبايبي ان انا هقعد لما اكون فاتح بس مباشر وبيطلب الرقم مني، فياريت يكون انسان صادق. ما احبش حد يلعب بمشاعر الناس ولا يلعب بمشاعر ولا يعلقني بامل واجي في الاخر ما لاقيهوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.